مساء مظاهرات شارك فيها المئات من الأشخاص، وذلك على خلفية مقتل بائع السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة شمال البلاد. وكان الشاب قد وري الثرى بعد زوال الأحد وشارك في تشييع جثمانه المئات. ولقي محسن فكري حتفه بطريقة مأساوية حين علق وسحق في شاحنة لجمع النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو اعتراض عملية مصادرة وإتلاف بضاعته. وأثار الحادث موجة من التنديد والتعاطف بينما حل وزير الداخلية المغربي بالحسيمة للوقوف على سير التحقيقات. أمواج بشرية غاضبة، لا صوت هنا يعلو على صوت التنديد والشجب، ولا مطلب يتقدم كشف حقيقة مقتل بائع السمك بمدينة الحسيمة محسن فكري مطحونا في شاحنة للنفايات. باش نحتجوا على الاغتيال ديال مواطن، يعني بداك الطريقة البشعة واللي هي الطحين ديال المواطنين. ماذا نريد باش هذه الحقرات توقف في هذه البلاد. كشباب مغاربه جينا نشاركوا في هذه الوقفه للتنديد بهذا الجريمه ديال القتل البشعه، ونطالب بمحاسبه المسؤولين المتورطين على هذه العمليه التي كانت هزت الشارع المغربي. على غرار مجموعة من المدن المغربية خرج الآلاف من المحتجين بالعاصمة الرباط، إذ توحدت شعاراتهم ومطالبهم على الرغم من اختلاف مرجعياتهم السياسية. مواطن من الفئات المستضعفة، مواطن فقير، ذنبه الوحيد بأنه بغى لقمة العيش. تم هذيك الصورة البشعة اللي كانت. اليوم مطالبنا الحقيقية كقوى سياسية، كقوى مدنية وكقوى مجتمعية، تحقيق نزيه بعدالة نزيهة، وبهاد الناس اللي تسبوا في هذا الجرم يتم حسابهم وعقابهم. خروجنا اليوم يعني في هذه المسيره هو اولا للتنديد بهذه الجريمه الشنعاء التي حدثت في مدينه الحسيمه. بينما كانت امواج من المواطنين تجوب شوارع مدينه الحسيمه في جنازه الراحل، وبينما بحت حناجر المواطنين تنديدا بمواقع، دعا عبد الاله ابن كيران انصار حزبه الى عدم الاحتجاج على مواقع على الرغم من تنديده بالحادث. من جهة أخرى وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس تعازيه لأسرة الفقيد، كما أصدر أوامره بالتحقيق ومتابعة المتورطين في مقتل محسن فكري سماك الحسيمة. في انتظار نتائج التحقيق الذي فتحته وزارة الداخلية، يبقى القادم من الأيام مفتوحا على كل الاحتمالات، ويبقى التنديد والاحتجاج سيد الموقف. أنس رضوان، فرانس 24، الرباط. وننتقل مباشرة إلى مدينة الحسيمة، إذ ينضم إلينا السيد رمسيس بولعيون الصحفي بموقع الحسيمة سيتي الإخباري. سيد رمسيس، أهلا بك على قناة فرانس 24. كيف